تنطلق منافسات دور ال16 من بطولة كأس أفريقيا 2025 المقامة في المغرب في يوم السبت الموافق 3/1/2026 بمواجهتين. المواجهة الأولى بين المنتخب السنغالي مع منتخب السودان، والمباراة الثانية ستكون بين منتخب تونس مع منتخب مالي. بالتوفيق للمنتخبات العربية إن شاء الله بإذن الله، رغم أن مباراة المنتخب السوداني ستكون صعبة لأن السنغال أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. في اليوم الثاني وهو يوم الأحد ستكون مباراة المنتخب المغربي مع منتخب تنزانيا إن شاء الله بإذن الله محسومة لأسود الأطلس. المباراة الثانية ستكون بين جنوب أفريقيا وبين الكاميرون. مباراة ستكون صعبة ومن قمم بطولة كأس أفريقيا 2025 لأن الفريقين قويين وأحد المرشحين للفوز بالبطولة. اليوم الثالث وهو يوم الاثنين المنتخب المصري أمام المنتخب البنيني، يعني منتخب البنين إن شاء الله بإذن الله محسومة للمنتخب المصري. أيضا المباراة الثانية ستكون بين منتخب نيجيريا وموزمبيق. اليوم الرابع وهو يوم الثلاثاء ستكون مباراة المنتخب الجزائري أمام الكونغو وإن شاء الله بإذن الله محسومة للجزائر. والمباراة الثانية ستكون بين كوت ديفوار التي هي ساحل العاج أمام منتخب بوركينا فاسو. بالتوفيق للمنتخبات العربية في بطولة كأس أفريقيا 2025 إن شاء الله بإذن الله الجميع يتأهلون إلى دور الثمانية. وتابعوا معلقكم اليمني هيمن عبد الله ليصلكم كل جديد، وانشروا المقطع. تحياتي للجميع.